السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد. لو كنت اول مره بتشوفني وتتابعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو للاستمراريه في رفع الفيديوهات. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم اجتماع طارئ بين مرتضى منصور وجروس، تعرف على التفاصيل. وايضا سنقدم لكم عبد العال مرتضى منصور لا تجلس على مقاعد الوزراء، انا بحمي. لمتابعة تفاصيل الخبرين ارجو منكم متابعة الفيديو حتى النهاية. يجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عصر اليوم الاثنين لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق. عانى الزمالك في تحقيق الفوز على فريق حسنية أغادير المغربي الذي كاد يخطف تعادلا بطعم التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية. كما أبلغ رئيس الزمالك أعضاء المجلس بعدم قناعته بما يقدمه كريستيان جروس مع الفريق، خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري. وتعمد المدرب تهميش بعض اللاعبين وعدم الاعتماد عليهم مثل أيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي ومحمد حسن، واعتماده على 14 لاعبا فقط تم استهلاكهما بدنيا. وكان رئيس الزمالك قد اتخذ قرارا أمس بتعيين خالد جلال المدير الفني السابق للفريق في منصب مدرب عام برفقة السويسري كريستيان جروس وبصلاحيات فنية، إلا أنه تم إرجاع القرار حتى نهاية الاجتماع مع جروس. جدير بالذكر أن الزمالك حقق أمس الأحد فوزا ثمينا على ضيفه حسنية أغادير بهدف نظيف في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائي البطولة ليقابل المتأهل من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي. حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب النائب مرتضى منصور من الجلوس في مقاعد الحكومة، قائلا له: عليك بالخروج من المقاعد الوزراء لأن فيها مشكلة كبيرة بالنسبة لك. وأضاف رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة الاثنين ممازحا النائب مرتضى منصور: أنا بحميك، من يجلس في مقاعد الوزراء لا يتمتع بالحصانة البرلمانية، مقاعد الوزراء لا تمنح حصانة لمن يجلس فيها. في نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.